إذن يبدو أن كثرة الهزائم أمام الدبلوماسية المغربية قد أصابت النظام العسكري في الجزائر ودميته البوليزاريو بالهذيان، حيث أنهم أصبحوا يبحثون عن أي قشة يتعلقون بها قبل الغرق. مناسبة هذه المقدمة، تخيلوا معي الإخوان أن البوليزاريو طلبت من موريتانيا افتتاح سفارة بنواكشوط، والطلب بطبيعة الحال قوبل بالرفض من طرفي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تؤكد كل المؤشرات أنه يتجه نحو الاعتراف بالصحراء المغربية وبمبادرة الحكم الذاتي، ويخرج أخيرا من التقوقع أمام ما تسميه موريتانيا بالحياد الإيجابي. موريتانيا تتلقى طلبا من البوليزاريو. غادي نقرأ لكم الخبر بعجالة ثم نناقشه لكي نمر إلى خبر أهم، وهو ما جاء على لسان السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الذي أكد لقناة الغد أن المغرب سيفرض شروطه على الجزائر وعلى البوليزاريو أثناء المفاوضات. نخليكم مع الخبر الأول الإخوان. كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الموريتانية رفضت خلال الأسبوع الماضي طلبا جديدا تقدمت به جبهة البوليزاريو بإعاز من النظام العسكري الجزائري من أجل فتح ما سمته سفارة أو قنصلية لها في نواكشوط، لتؤكد بذلك استمرار موقفها الرافض لأي اعتراف دبلوماسي بالجبهة الانفصالية. ويأتي هذا القرار امتدادا لنهج موريتانيا الحذر في التعامل مع ملف الصحراء، إذ اعتادت تجاهل طلبات الجبهة التي تستند إلى اتفاق الجزائر لعام 1979، والذي وقع عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المدني المختار ولداد داها، وتعهدت بموجبه نواكشوط آنذاك بإنهاء التزاماتها في اتفاق مدريد وإقامة علاقات دبلوماسية مع البوليزاريو. إذا الإخوان خليونا نهضروا على الموقف الموريتاني شوية بصراحة. موريتانيا عندما انفصلت عن المغرب بموجب اتفاق مدريد أو قبل ذلك، موريتانيا كانت دولة ضعيفة جدا، والبوليزاريو بتسليح القذافي والجزائر كانت أقوى من البوليزاريو. موريتانيا أمام خوفها من البوليزاريو والجزائر اضطرت أو أجبرت على الاعتراف بجبهة البوليزاريو دون إقامة علاقات دبلوماسية. حاولت الجزائر والبوليزاريو مرارا وتكرارا دفع نواكشوط من أجل فتح سفارة أو قنصلية أو إقامة علاقات دبلوماسية واضحة، وكانت عندنا زيارات ديال إما إبراهيم غالي أو بعض الأشخاص إلى موريتانيا. موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تبنت ما تسميه بالحياد الإيجابي، بمعنى ما نقلقش المغرب لأن السوق الموريتانية لا تستطيع أن تعيش بدون المغرب، وقوة المغرب العسكرية على الحدود، وفي نفس الوقت لا أغضب الجزائر. ولكن هذا الحياد الإيجابي تطور، ولات موريتانيا تستخدمه كنقطة لابتزاز الطرفين، كتبتز به المغرب وتبتز به الجزائر عندما كانت موازين القوى متقاربة. اليوم بعد رجاحة مبادرة الحكم الذاتي والاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية، لم يعد هنالك مصوغ لهذا الصمت الموريتاني باش تجي أمريكا في أقصى الأرض وفرنسا وإسبانيا المحتل السابق وبريطانيا ودول الخليج وأكثر من 140 دولة في العالم وتعترف بمغربية الصحراء، وانت اللي على الحدود المغربية تستفيد من ثروات المغرب من المواد الفلاحية المغربية وتبقى تستخدم هذه السياسة ديال الابتزاز. انتهى هذا الزمن وانتهى هذا الوقت. صحيح المغرب كيشوف موريتانيا نظرة مغايرة عن باقي الدول. علاش؟ لأن موريتانيا هي ممر المغرب نحو بلدان الإفريقية بالساحل أو جنوب الصحراء، بمعنى أن العمق الإفريقي للمغرب مرتبط بموريتانيا. ولكن هذا لا يعني أن موريتانيا تواصل ابتزاز المغرب، خصوصا بعد بناء ميناء الداخل الأطلسي، والذي أصبح هنالك خط مباشر بين داكار وبين الداخلة المغربية. رسالة للمسؤولين في موريتانيا وعلى رأسهم محمد ولد الشيخ الغزواني: كل تأخر في الاعتراف بمغربية الصحراء يعتبر خيانة للمغرب. ينبغي أن تخرج من تقوقعك وأن تعرب وأن تلتحق بالركب اللي هو الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء وليس شيئا آخر. لأنه إلا كنا كنقبلوا من موريتانيا ذاك الحياد الإيجابي
في السنوات الماضية. اليوم لم يعد له من مسوغ، خصوصا أن العالم كله يتجه أو اتجه أو اعترف بمغربية الصحراء بعد القرار 2797. وهذه رسالة للإخوان في موريتانيا لتحديد موقفهم والخروج من المنطقة الرمادية، لحقاش المغرب ولا كيتعامل في قضية الصحراء بمنطق إلا ما كنتيش معايا راك ضدي. هذاك المنطقة الرمادية أو الحياد الإيجابي لم يعد معترفا به ولم يعد له قيمة كما قلنا، خصوصا منذ 31 أكتوبر 2025 انتهى زمن المنطقة الرمادية مع انتهاء زمن المنطقة العازلة. نقطة وندوزو للخبر الثاني. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال في حوار مع قناة الغد أكد على أن حل قضية الصحراء المغربية لن يكون إلا بشروط المملكة المغربية، وقال حرفيا إن حل قضية الصحراء المغربية لن يكون إلا وفق شروط المملكة وثوابتها الوطنية، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد المقبول دوليا لتسوية النزاع. وأوضح أن المغرب يلتزم بالحوار في إطار السيادة والوحدة الترابية، داعيا الأطراف الأخرى إلى الانخراط الجاد في المسار السياسي والأممي. وأشار إلى أن الموقف المغربي يحظى بدعم متزايد من دول العالم التي ترى في المقترح المغربي أساسا واقعيا للحل. ملي قلنا الإخوان في الحلقة الماضية أن المغرب سيتجه إلى فرض الأمر الواقع، السيد عمر هلال يقول أن المغرب لن ينتظر جلوس الجزائر والبوليزاريو إلى طاولة المفاوضات، بل المغرب سيفرض شروطه ولن يفاوض إلا وفق شروطه. وشروط المغرب واضحة باينة للعيان. أولا أن أي نقاش لا ينصب حول مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمغرب لن يناقش كمنطق. ثم أن مسألة مناقشة مغربية الصحراء غير واردة، المغرب لن يناقش ولن يفاوض على صحرائه، لأن المغرب منذ القديم لم يكن يفاوض على صحرائه، المغرب كان يفاوض على حل يجنب المنطقة الدماء والحرب. أما مسألة الصحراء المغربية فهي غير معروضة للنقاش ولا يمكن أن نناقشها لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا. وهذه رسالة موجهة مباشرة إلى البوليزاريو بدرجة أقل، ولكن خصوصا الجزائر والنظام العسكري الجزائري. أن زمن التنازلات الذي اعتادوه من المغرب صراحة كيعجبني الخطاب ديال عمر هلال بالمقارنة مع الخطاب ديال ناصر بوريطة. عمر هلال احتك بالدبلوماسيين الجزائريين في الأمم المتحدة كثيرا، ولا عارف أنهم واحد القوم يخافوا ملي كيسمعوا الحوار الحاد، الحوار ذو لهجة حازمة. النظام العسكري الجزائري إلا تعاملتي معاه بحوار اللين والأخوة وخاوة وحسن الجوار ما كيفهمهاش احترام، كيفهمها خوف، يقول راك خايف مني خاصني نستغل الظرفية. ولكن إلا هضرتي معاه باللغة اللي كيفهمها، لغة التهديد، لغة الحزم، لغة فرض الأمر الواقع، هذه هي اللغة اللي كيفهموا الكابرانات، مباشرة كيتنازلوا وكيرجعوا للوراء. وعندنا تجارب لا مع إسبانيا ولا مع فرنسا ولا مع ألمانيا ولا مع دول الخليج ولا الولايات المتحدة. دائما أي دولة رفعات من شدة الخطاب ديالها ضد النظام الجزائري كيرجع للور، لأنه يعمل بمنطق كيخافوا وما كيحشموش. الإخوان كان هذا كل ما لدينا، نتلاقاو الفيديو القادم. تعليقاتكم ودعمكم يهمنا، وإلى اللقاء.